هل فكرت مرة لو وفرت يومياً 5 جنيه فقط هتوصل لمبلغ يكفي تغير حياتك؟ استنى معايا 3 دقايق، ممكن تكون أول خطوة لبناء مستقبلك المالي. أهلاً وسهلاً في القناة، أنا عبد الرحمن كريم، واليوم هنتكلم عن التحدي المالي الصغير، كيف توفير بسيط وثابت ممكن يفتح لك أبواب مالية ما كنت تحلم بيها. قبل ما نبدأ، لو أنت مهتم بتطوير نفسك مالياً، اضغط لايك واشترك عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. الفقرة الأولى، ليه التوفير مهم؟ التوفير مش رفاهية، ده أمان لمستقبلك. مبالغ صغيرة اليوم ممكن تتجمع وتكبر مع الوقت. لما تبني عادة توفير، تتعلم انضباط مالي واستعداد للطوارئ أو الفرص. الفقرة الثانية، كيف تبدأ التحدي المالي الصغير؟ حدد مبلغ يومي أو أسبوعي بسيط، مثلا 5 أو 10 جنيهات في اليوم. سجل كل ما وفرته حتى لو قليلة. الكتابة تساعد على الانضباط. حاول تقلل مصاريف غير ضرورية، مثلا اشرب شاي أو قهوة في البيت بدل برا. عامل التوفير زي دين لنفسك، قبل ما تصرف أي حاجة حول التوفير أول. لو ممكن فتح علبة نقود أو حساب توفير مستقل عشان ميزانية التوفير تبقى منفصلة عن مصروفك اليومي. الفقرة الثالثة، فوائد على المدى المتوسط والطويل. بعد 6 أشهر هتلاقي مبلغ ممكن تستخدمه في شيء مهم، دورة تعليمية، مشروع صغير أو طارئ. بعد 1 أو 2 التوفير يتحول لادخار، وتبدأ تفكر في أهداف أكبر، زواج، مشروع، أو حتى شراء شيء كبير. أهم حاجة العادة النفسية اللي بتتربى لما تشوف إنك قادر تدخر، ده بيحسن ثقتك بنفسك وقدرتك على التخطيط للمستقبل. الفقرة الرابعة، بعض النصائح عشان تنجح التحدي. خلي هدفك واضح، سجل ليه بتدخر، احتفل بنقاط صغيرة. كل ما وفرت مبلغ معين احتفل نفسيا، مثلا قول أنا كسبت. حاول تشرك صديق أو أخ، لما تبقى مسؤول قدام حد الالتزام بزيد. ولو دخل مبلغ إضافي استخدم جزء لتوفير عشان ما ترجعش للإنفاق السريع. الخلاصة، التحدي المالي الصغير مش صعب، المهم العادة والاستمرارية. 5 إلى 10 جنيهات في اليوم ممكن تصنع فرق كبير خلال 2 أو سنة. لو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك في القناة وشارك في التعليقات إيه أول خطوة هتعملها في التوفير. وفي الفيديو الجاي هشارك معاك خطة ادخار ذكية مخصصة للشباب، ما تفوتهاش.